الغارات ما رح تتوقف على بيروت وضاحية بيروت. الحرب راجعة، إلنا سنة عم نحكي هيدا الكلام. يا ريت بتسمعوا هيدا الكلام من جديد. وزير الدفاع الإسرائيلي منذ قليل قال إذا ما بينعموا سكان كريات شمونة والجليل بالأمان فسكان بيروت ما رح ينعموا بالأمان. يعني كذبوا الكذبة وصدقوها. وكلنا بنعرف انه هذه لعبة مشبوهة إسرائيلية لا جر لبنان للحرب، ولا سبب. إسرائيل ترى في هذا الزمن فرصة حقيقية لتوسيع كيانها وصناعة إسرائيل الكبرى التوراتية اللاهوتية. بتشوف هيدا الوقت مناسب جدا لضم جنوب لبنان حتى مصب الأولي. قلنا قروا كتاب نتنياهو، قلنا قروا اللي حكم إسرائيل واللي صنع إسرائيل بالدولة العميقة اللي عندهم من بدء تأسيس الكيان. لكن ما حدا كان بده يقرا. كلنا ملتهيين، كنا باحقادنا الداخليه، كلنا ملتهيين انت شو طائفتك، انت من اي منطقه، وما عارفين انه هذا الخطر قادم على الجميع، انه الاسرائيلي ممكن يلاقي بحدا حليف. كلنا تابعين وكلنا مواطني درجة 10 بالنسبة له لأنه شعب الله المختار، وكنا لازم ننفذ الأجندة والأوامر. والدليل وزير الدفاع الإسرائيلي منذ قليل بيقول إذا لم تنفذ الدولة اللبنانية اتفاق وقف إطلاق النار فنحن سننفذه بالقوة عبر الحرب. هي أنا زدتها أنه كيف عم بينفذوا بالقوة؟ يريدون إلغاء دور الدولة اللبنانية لدورها ضعيف جدا بجهود الدبلوماسية، وكلنا شفنا الدبلوماسية لوين وصلتنا. كنا عم نندد منذ اللحظات الأولى وعم نقول الدولة اللبنانية لما كانت أقوى بكتير جربت الدبلوماسية قبل 82 وشفنا لوين وصلتنا آنذاك. اليوم إسرائيل بدها تحتلنا وتذلنا وتستعمرنا وما بدها تعطي القرار لحدا. هيدا هو الخطر الأكبر على المنطقة. وإذا نحن منصدق فخامة الرئيس العماد جوزيف عون قال أنه لا علاقة لحزب الله بإطلاق هذه الصواريخ، وإذا حزب الله بده يطلق صواريخ أو بده يعمل عملية بعد أكثر من 1500 خرق وبعد عشرات الشهداء وعشرات مش عشرات آلاف المنازل المدمرة، بروح بزت عليهم مسيرات على قاعدة هنو عم بيتعشوا. هيدا هو أسلوب حزب الله اللي بنعرفه، حبيناه أو ما حبيناه. مش منصات بدائية لصواريخ يدوية قديمة ما بتعمل الغرض. هون ضرورة تقصي الحقيقة سريعا لنعرف مين وراء هذه الصواريخ. لكن بذات الوقت لازم تعرفوا إسرائيل ما بدها ذريعة. هذا المخطط وضع والآن على طريق التنفيذ، والدولة اللبنانية نندد نستنكر على عيننا وراسنا، بس هاو ما بيمنعوا الطيران انهم يعملوا غاراتهم ويعربدوا. والعربدة نتيجة الصمت، والعربدة نتيجة عدم التنديد. كنا نقول والمشاهدين بيعرفوا بكل فيديو كل ما صار في غارة، كل ما صار في تحليق لطائرة إسرائيلية، اطلعوا حكوه. خلي كل حدا من موقع مسؤوليته يطلع يعمل مسؤوليته وواجبه الوطني ويطلع ينوه وضخمه من هذا الحدث، كرمال العالم إذا بدنا نحكي بالجهود الدبلوماسية نكون نحن على الأقل عم نمارسها حتى الأقصى، مع أنه ما بتجيب نتيجة. مش الصمت، مش كل ما يصير في 100 غارة منرد بس نلاقي في منصة لإطلاق الصواريخ. هي نتيجة الصمت العربدة الإسرائيلية مستمرة. أما لبعض إخوتنا بالوطن اللي البعض منهم عم يشمت هيدا لبنان وهيدا شعب لبنان، وما بعتقد حدا منكم بحب يوم من الأيام يعيش تحت عهد إسرائيل. إذا كنت أنت يسوعي أو محمدي، نحن رسالتنا رسالة سلام، بس بذات الوقت ربنا حذرنا من المنقلبين على كل العهود اللي هن هود الناس عبر التاريخ ما التزموا بحياتهم بعهد. والمواجهة أفضل ب100 مرة من الاستسلام ومن الانهزام. سلام لأهلنا بضاحية بيروت الجنوبية، ولو أن القادم أصعب. عبد الله بعلبكي.